السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مش فلاحي او المش اللي هو بتاع المحلات بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكلها من بواقي اكل عندنا في البيت. يعني دي بقى جبنة رومي كانت ناشفة عندي في التلاجة، وده مرته او عجوزة، احنا في بلدنا بنقول عليها عجوزة. دي بواقي السمنة البلدي اسمها مرته. دي كانت باقية عندي بواقي في التلاجة، جمعتها مع بعضها. وده لبن رايب برضو كان باقي عندي. وده فلفل احمر مقطعاه قطع وسط بالشكل ده، قطعة قد دي كده. وعندي فلفل احمر انا كنت مخزناه في الفريزر، ده انا هضربه مع اللبن الرايب عشان يديلي اللون الاحمر بتاع المحلات الجميل اللي بنشوفه ده. هضربه مع بعضه كله. ولو حبيت خطوه زياده ممكن استغنى عن الخطوه ديت. بواقي مش فلاحي تبقى خميره معانا برضو كويس. المش ده مش موجود، المرته هتحل محل المش. يعني ده موجود وده موجود، الاتنين هيدونا نفس النتيجه. هنسمي الله ونبتدي بقى نخلط المكونات كلها على بعضها ونضربها بالهاند بلندر او الخلاط الكهربائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب اللبن الرايب احطه كده، بولها بس تكون واسعه معايا. هبدا اضيف عليها الفلفل الاحمر عشان يديني اللون الاحمر اللي احنا بنشوفه في المحلات. ممكن نستغنى عن الخطوه ده، انا قلت لكم، بس انا هحطها عشان ايه؟ احنا بنحب الحاجه حادقه شويه. متوفره معاكم الجبنه الحادقه القديمه ديت، مش متوفره عادي مفيش مشكله. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. وهجيب حوالي معلقتين ملح او معلقه كبيره ملح ابيض، ده الماده الحافظه اللي هي بتاعه المش. واحط المرته، هضيف كل مكوناتي مع بعضها. هسيب ديت الجبنه الرومي والفلفل الاحمر كمان شويه هحتاجهم. هسمي الله واضربهم كلهم مع بعض. شغال شغال. ده لون المش ما شاء الله، ادى معانا اللون اهو. ولو حبيت اللي انا عايزه ازود اللون كمان شويه هزود فلفل احمر. ده الفلفل الاحمر معايا اهو اللي انا مقطعاه، انا بحطه في المش كده. انا بحب احطه في المش كده، بيبقى جنب فول جنب طعميه، زي حته فلفل حادق كده، بتبقى جنب الاكل حاجه بتفتح النفس. اقلبه كده مع المش، حابه ازود بقى براحتي حسب الكميه اللي انت بتحتاجيها. انا بحب الكميه تكون بسيطه كده في المش عشان احس بطعم المش فيه. الجبنه الرومي هقطعها بالشكل ده قطع صغيره. هي ناشفه خالص معايا قديمه في التلاجة، بس هي ما شاء الله مسافه ما بتتحط في المش يوم واحد وبترجع تطرى تاني، بس بتدي طعم جميل قوي للمش. ده طبعا حاجه في البيت احنا عارفين معموله ازاي ومضمونه ونضيفه، وحاجه في نفس الوقت موفره من بواقي اكلنا. عملنا حاجه عندنا في البيت جنب اكل بتفتح النفس ما شاء الله. اللي بيحبوا بقى حر يحط عليه حته هريسه شطه. يعني انا هزود عليه سنه شطه بودره من عند العطار، شطه ناشفه يعني ومطحونه. هخلطهم كلهم كده مع بعض، وكده خلاص المش خلص معايا. كده خلاص المش خلص، مفيش 5 دقايق وخلص معانا اهو. هنعبيه بقى في برطمانات. عندك شويه مرتة باقيين، شويه لبن رايب، اي حاجه عندك طول السنه، ده عندك خميره هتفضل معاكي سنين بقى طويله. اي حاجه عندك في البيت باقيه حطي على طول في المش. ليمونه حادقه عايزه تحطيها بس تكون مقفوله حطيها. فلفل احمر متقطع حطيه. فلفل اخضر عايزه تحطيه، في ناس بتحب الفلفل الاخضر الشطه الصغير ده، حطيه. اي حاجه عندك حطيها هتزيد معاكي الكميه
وديت الخميره عندنا كده في البيت من غير ما نشتريها من بره ولا نحتاج لاي حد. وبألف هنا وشفا، ويا ريت الوصفه دي تكون عجبتكم. انا حسيت اللون مش احمر قوي فضربت شويه فلفل احمر ازود اللون بس. يا رب الوصفه دي تعجبكم، جربوها ان شاء الله. وصفه سهله وبسيطه وما خدتش مني اقل من 10 دقايق كنت مخلصاها. اقلبها كده عشان بس الفلفل يتقلب كله في بعضه كده. المش خلاص يكون جاهز معايا، ولا احط فيه دنكار ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، ولا اي ماده حافظه، كلها مواد مش طبيعيه. لو عندك مكان في التلاجة حطيه في التلاجة، لو مفيش مكان في التلاجة حطيه في مكان يكون مش حر، يكون مكان بارد بس. ده المش بتاعي كده خلص خلاص كده النهارده. وهوريكم المش بتاع السنه اللي فاتت، ده عندي بقاله سنه ما شاء الله، لسه كأني لسه عاملاه. ده عندي قسما بالله من السنه اللي فاتت. ده المش بتاع السنه اللي فاتت لسه كأني لسه عاملاه النهارده، ده ما يفرقش حاجه عن ده. بس انا حبيت اوريكم الوصفه بتاعت النهارده. هعبيه بقى في برطمان هيفضل معايا من السنه للسنه. البرطمان ده انا غسلاه كويس، برطمان بلاستيك، برطمان ازاز، اي حاجه عندك في البيت. بسم الله. هيفضل معانا من السنه للسنه. من الناس بقى اللي بتحب الاكل الحر، الاكل الحرش الشعبي بتاعنا، جنب فول وطعميه، برنجان مخلل، جنب شويه باميه، حاجه كده تفتح النفس. انا هغطي بقى كويس البرطمان ده وهحطه في التلاجة. ما عندناش تلاجة زي ما قلت لكم، هنحطه في مكان ما يكونش شمس واصله له، بلكونه بعيده، في حته تكون المكان بتاعها بارد. بسم الله. انا مش هسيب في حاجه في البوله خالص. انتوا عارفين كل حاجه هتتغلي في السوبر ماركت، انا هفضي كل الكميه كلها، مش هسيب اي حاجه في البوله. ده اللي انا عاملاه دلوقتي، وحابه اوريكم اللي انا عملته السنه اللي فاتت. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.